ووقف طاهر مذهول قدام جثة أخوه محمد المتفحمة والدخان بيطلع منها. حجم الصدمة كان كبير جدا. إزاي وصلت الأمور لكده؟ إيه اللي يخلي أخ يولع في أخوه؟ رحلة طويلة من الظلم كانت السبب في الكارثة دي. القضية دي مش حكاية، القضية دي جرس إنذار لأي أب وأم بيفرقوا في المعاملة ما بين ولادهم. ارحموا ولادكم واعدلوا ما بينهم. البيت ده بيعيش فيه الأب جمعة اللي عنده 70 سنة ومراته الحاجة نفيسة مع ولادهم ال5 بالترتيب من الأكبر للأصغر، محمد وطاهر وعبده وإسماعيل وأحمد، كلهم متجوزين ومخلفين ما عدا الابن الصغير أحمد اللي عنده 22 سنة. جمعة مقتدر ماديا، عنده عمارة وأرض زراعية و2 ميكروباص وتوك توك. جمعة ساعد ولاده ال4 في جوازهم، وكل ولد بيتجوز بيعيش لوحده في شقته هو ومراته. وجمعة ومراته الحاجة نفيسة عايشين في الدور الأرضي لوحدهم. هو صحيح جمعة عنده 5 أولاد، لكن محمد الكبير دي حاجة تانية خالص. تقدر تقول إنه الابن المدلل اللي تقريبا كده مكوش على كل حاجة. الأب جمعة ومراته الحاجة نفيسة كانوا دايما بيظهروا بشكل واضح جدا تمييزهم لمحمد عن باقي اخواته، وكانوا دايما بيمدحوا فيه وفي تصرفاته حتى لو كانت عادية. اخوات محمد كانوا دايما حاسين انهم في المرتبة التانية، مهما عملوا مفيش تقدير ولا اهتمام. التفرقة دي زرعت الغيرة والحقد بين محمد واخواته ال4، والعلاقة ما بينهم كانت بتتوتر يوم بعد يوم، وخصوصا ان جمعة كان مسلم كل حاجة لمحمد. كل يوم الصبح محمد يطلع يشتغل على الميكروباص، واخواته ال4 يطلعوا مع والدهم جمعة يشتغلوا في الارض، وفي اخر الموسم جمعة يبيع المحصول ويسلم الفلوس لمحمد، على الرغم ان محمد ما بيشتغلش في الارض زي باقي اخواته. محمد دوره انه يوزع الفلوس دي عليه هو واخواته. محمد كان بياخد جزء كبير جدا من الفلوس دي ويدي اخواته ال4 جزء قليل جدا من ايراد الارض اللي كانوا شقيانين وعرقانين فيها طول السنه. ولان اخوات محمد عارفين ده، فكانوا بيطلعوا بعض ايام بيشتغلوا باليوميه عند الناس عشان يكفوا مصاريف عيالهم اللي كانوا عايشين في مستوى اقل بكتير عن المستوى اللي عايش فيه عيال محمد. اما ايراد الميكروباص اللي كان محمد بيشتغل عليه فكان كله من نصيب محمد، ده غير الميكروباص الصغير والتوك توك اللي كان محمد مأجره الواحد باليومية، وبرضه محمد كان بياخد إيرادهم لوحده. اخوات محمد ال4 اتجمعوا أكتر من مرة وطلبوا من والدهم جمعة إنه يقسم إيراد الميكروباصين والتوك توك عليهم هم ال5 بالتساوي، لكن جمعة كان بيرفض، وكان حجة رفضه إن محمد مدخل ولاده ال4 مدارس خاصة ومصاريفها كتير جدا، وإن الإيراد اللي بيطلع لمحمد من الميكروباصين والتوك توك زائد نصيبه من إيراد الأرض يا دوب مغطي مصاريف ولاده ال4. وفي كل مرة ولاد جمعة ال4 يخرجوا من عنده مكسورين وحاسين انهم ملهمش قيمة عند والدهم من الاساس، وان والدهم كل اللي بيفكر فيه هو محمد وعياله بس. ده طاهر الابن التاني لجمعة، اصغر من محمد ب2 طاهر كان متجوز اخت مرات محمد اخوه. طاهر كان قريب جدا من اخواته الباقيين وكان دايما شايل همهم، يعني تقدر تقول ان طاهر كان السند لاخواته الباقيين عبده واسماعيل واحمد. وفي يوم الدكتور منع طاهر تماما عن الشغل في الارض، وده بسبب الحساسية الشديدة اللي في عينيه اللي كانت عنده من هو صغير. وقعد طاهر في البيت وهو مش عارف يجيب مصاريف ولاده منين، ولان طاهر وقتها كان متاكد ان والده هيرفض يسلمه جزء من ايراد الارض، فعشان كده راح طاهر لوالده. طاهر وقتها راح لوالده علشان يديله ميكروباص او التوك توك يشتغل عليه علشان يقدر يكفي مصاريف بيته، لكن والده وقتها رفض بحجه ان الايجار اللي بيجي من الميكروباص والتوك توك يا دوب مكفي مصاريف ولاد محمد في المدارس الخاصه. وبعدها مباشره راحت مرات طاهر لاختها اللي هي تبقى مرات محمد، وطلبت منها تضغط على محمد جوزها علشان يسيب لطاهر الميكروباص الصغير او التوك توك يشتغل عليه ويقدر انه يفتح بيته. في البدايه محمد رفض، لكن مع الضغط عليه محمد بيوافق انه يسيب لطاهر التوك توك، لكن بشرط هو ان طاهر هيقول قدام والده واخواته الباقيين انه بيشتغل على التوك توك باليوميه زي العامل اللي كان بيشتغل عليه قبل كده، وانه في اخر اليوم بيسلم ايراد التوك توك لمحمد. طاهر وافق وبالفعل اخذ التوك توك واشتغل عليه لمده 2 سنين، وكان التوك توك هو مصدر رزقه الوحيد اللي كان بيصرف منه على مراته وابنه. الاخوات التانيين بالرغم انهم كانوا بيشتغلوا مع والدهم في الارض من صغرهم، الارض اللي كان خيرها رايح على محمد وولاده. الاخوات ال3 دول اسماعيل واحمد وعبده وطاهر معاهم كمان كانوا حاسين انهم بيتظلموا وحقهم وشقاهم بيتسرق قدام عينيهم، وده كان ليه دور كبير في تفكيك الاسره دي. وكل يوم بيعدي الفجوه اللي ما بين محمد واخواته بتزيد اكتر، واستمر الوضع ده لفتره. طاهر بيشتغل على التوك توك وال3 الباقيين بيشتغلوا في الارض اللي يا دوب مغطيه مصاريف ولاد محمد ال4، لحد ما في يوم جه الدور على احمد الابن الصغير لجمعه عشان يتجوز. احمد لما فاتح والده جمعه انه يساعده في مصاريف جوازه زي باقي اخواته، جمعه وقتها رفض وقال له نفس الحجه، وهي ان الايراد اللي داخل يا دوب مغطي مصاريف محمد وولاده ال4. وطلع احمد الشقيان في ارض ابوه وهو زعلان من الظلم اللي شايفه من والده ومن الظلم النفسي اللي بيقصف القلب. وفي اليوم ده احمد قابل طاهر اخوه وحكى له على كل حاجه، وطلع بعدها طاهر على والده وعرض عليه انه يبيع الميكروباص الصغير زائد ايراد الارض ويساعد احمد في جوازه. لكن وقتها جمعه فضل يزعق بصوت عالي وطالع
وطرد طاهر من البيت، وهدده كمان انه لو فتح الموضوع ده تاني هيطرده من شقته هو ومراته وابنه. وطلع طاهر زعلان على حال اخوه احمد، لكن ما كانش في ايده حاجه يعملها اكتر من كده. ويعدي كام شهر على الحال ده لحد ما في يوم جه الخبر اللي قلب حياه العيله دي 180 درجه، وهو ان محمد بيعمل حادثه كبيره بالميكروباص بتاعه. ربنا سترها ومحمد خرج من الحادثه دي سليم، لكن الميكروباص وقتها كان عايز مبلغ كبير علشان يرجع يشتغل تاني. في الوقت ده الاب جمعه اللي ما كانش شايف غير محمد وبس اخد التوك توك من طاهر اللي كان بالنسبه ليه طوق نجاه علشان يقدر يعيش ويفتح بيه بيته، وباع جمعه التوك توك وما فكرش في ابنه المريض. وبالفعل اخد محمد تمن التوك توك وصلح بيه الميكروباص. طاهر لما عرف ان والده باع التوك توك ما استحملش. طاهر كان جواه بركان سنين من الظلم والقهر، ومشي طاهر لحد الارض، وهناك لقي والده بيشتغل في مكنه الميه اللي بتروي الارض، ومحمد اخوه وقتها كان واقف في اخر الارض. ودار ما بين طاهر ووالده كلام كتير كان اول مره طاهر يقوله، وكانه بركان غضب وانفجر، وسمعه لحد الاخر. وبعد ما طاهر خلص كلامه والده رد عليه وقال له كلكم غيرانين من محمد، روحوا ولعوا فيه. الكلمه دي وقعت على طاهر زي الصعق. في اللحظه دي عقل طاهر كان غايب، ومسك صفيحه البنزين اللي جنب مكنه الميه وجري على اخوه محمد ودلق عليه البنزين وولع فيه. وفضل طاهر واقف قدام محمد وهو بيولع، وكان بيصرخ باعلى صوته. لحظه حقيقي مرعبه، بس الحقيقه دي كانت بدايه لانفجار سنين من الظلم. الجيران اتلموا والبوليس وصل. محمد كان لسه فيه الروح واتنقل لمستشفى الحروق، وطاهر اتقبض عليه. ازاي ده حصل؟ ازاي اخ يحرق اخوه؟ الظلم كان كل يوم بيكبر بين اخواته وبعضها. ومات محمد بعد يومين. مرات طاهر وقتها سابت البيت واخدت ابنها علشان ترضي اختها، ورفعت قضيه خلع على جوزها طاهر وهو في السجن. وفي النهايه محمد اتحرق وطاهر دخل السجن. الكل وقف مصدوم، مين الجاني ومين الضحيه؟ لكن الحقيقه ان الاتنين كانوا ضحايا اب فرق ما بين ولاده، ضحايا حب مشروط واهتمام مش متقسم بعدل. اللي حصل ده جريمة بس الجريمة الحقيقية بدأت من سنين لما الأب قرر يظلم ويفرق ما بين ولاده. مفيش أصعب إنك تتولد في بيت المفروض يكون أمانك وتلاقيه هو سبب تعبك وضياعك. لو عجبتك القصة دي ومؤمن فعلا إن مفيش أصعب من الظلم جوه البيت، دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك قصص واقعية هدفها مش بس الحكاية لكن كمان توعية. وسيب لي رأيك في التعليقات، مين في نظرك الضحية الحقيقية، محمد ولا طاهر؟ ولا هما الاتنين ضحية الأب معرفش يعدل ما بين ولاده؟